مساء الخير عليكم. اخباركم ايه؟ مرحبا ريس، شو الاخبار؟ ماشي الحال؟ كله تمام. معايا ومعاكم النهارده شخص انتوا بتحبوه جدا، احلى شيف ما بين القاهره وكاليفورنيا. استاذ هشام، حضرتك اخترعت مسافه جديده ما بين القاهره وكاليفورنيا. دي ما حدش عملها قبل كده. وبعدين القاهره وكاليفورنيا دول بعاد جدا، يعني على الاقل ساعتين. كلكم بتطبخوا وراها وبتحبوا اكلها. معايا ومعاكم نادية السيد. نادية السيد مره واحده؟ مين قدك دلوقتي يا استاذ هشام بجد؟ ايه رايك في الدخله يا نادية السيد؟ محدش عارف يكلمني بعد كده. استاذه ناديه، احنا اللي المفروض دلوقتي ما نعرفش نتكلم مع استاذ هشام. اخبارك ايه؟ انا جاي لك مخصوص من مصر. ماشي، وبشوف فيديوهاتك، بموت على الاكل كلنا. ودافع كتير في التيكت. اه فهتعملي ايه؟ القصه دي شكلها كده باييه. بايه ايه ده؟ لاعب كوره ده. لا كبده لا، كبده ومخ هعمل وصفه فيها تكنيك. حضرتك مع استاذه ناديه السيد، فخلاص هي بتقول لك فيها اكله فيها تكنيك. انت روح اقعد على السفره، هتلاقي بقى المحاشي والبط والفراخ والحاجات. ما تقلقش. هعمل بيض بالبسطرمه. بتكلم جد والله. هتعملي ايه؟ لا نادية، انا جاي من القاهره، بقول لك انا يعني. ثانيه واحده بس، لا ده ثانيه واحده بجد. نادية، صدقني مش عارفه التذكره بكام لكاليفورنيا؟ بكام؟ ب 30,000 جنيه انا سالت. مش هتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بجد هعمل بيض. هتعملي ايه عشان ابتديت اتنرفز؟ هتاكليني ايه؟ عمرك ما اكلت بيض بالبسطرمه بالحلاوه دي؟ هعرف اجربها معاكم. غير اللي بناكله في مصر يعني؟ لا لا، ده مختلف. اللي في مصر ده من غير تكنيك معروف. بص يا هشام، يلا وصفه البيض بالبسطرمه دي فيها شغل إيه، كتير، اعمل ايه؟ صدقني. اعمل ايه؟ يلا. هو زي خلاص بقى. لا يلا بقى، اللي تجيبيه بقى، اللي يجي منك حلو. تتزبده كده، ده قليل؟ ده شويه، أمال- ما انت هفتان. بتقول لك هفتان اهو، قلبها عليك. ما تكملوش بعد اذنكم، استنوا دقيقه واحده. الزبده لسه ما فكتش. عارف انا بحط قد ايه زبده؟ انا عايزاك نقطه تتوضع. من ده. انا باكل 3 بيضات بس يعني. طب خلاص يبقى. بالزبده دي اكيد كتير. هو الصراحه عنده حق في الحته دي، بس مش مشكله. طالما استاذه ناديه هي اللي قالت فنمشي وراها. انا متعود على كده. مش عارف مصلحتك فين. حط بقى ايه البسطرمه كده على ما الزبده تسيح. تقطعيها ولا هي؟ هنقطعها اوكي، بس خلي بالك، بس في تكنيك. اما انا مستني اشوفه بقى. اه